محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يتحدث عن الثقافة اللي هي أسلوب حياة أكيد وتأثيرها في حياتنا اليومية وفي سلوكنا أيضا. أكيد حتى ندخل بتفاصيل هذا الموضوع نحب نستقبل ويانا في الاستوديو ضيفنا الكريم الأستاذ هاني قسطو مدير مركز الرجاء الثقافي. يسعد صباحك أستاذ هاني. صباح الخير. يسعد صباحكم كذلك، وشكرا جزيلا لهذا اللقاء وهذه الوجوه السمحة اللطيفة في هذا الصباح. شكرا. أهلا وسهلا بكم وقناتكم الرائعة. شكرا جزيلا. أكيد أستاذ، لما نقول إنه الثقافة هي أسلوب حياة، شلون ممكن إنه نترجم هذا المفهوم، مفهوم الثقافة بصورة عامة يعني؟ نعم، حقيقة الثقافة هي عبارة عن الجمع المركب من المعرفة، من التقاليد، من العادات، وكذلك مسألة الأخلاق جدا أساسية في هذا الموضوع، إضافة إلى مسألة الأسلوب الحياة اللي إحنا من خلاله أن نتكلم، من خلال الفنون والفن والمسرح في كل هالجوانب. فلما تجتمع هذه العناصر الأساسية لتنتج إنسان لديه ثقافة. الثقافة هي حقيقة ليست على المنابر، ليست عبر اللقاءات، ولكنه الثقافة هي أسلوب حياة. أسلوب حياة كيف تترجم؟ حقيقة تترجم من خلال أسلوب الإنسان لما يتكلم مع الأبناء. الأبناء لما نقول ليس الأم والأب ويا أولادهم، ولكنه المعلم ويا مدرسته، العامل في مصنعه، الفلاح في مزرعته. الكل بهذا الأسلوب الثقافي يمكن أن يعكس ثقافة ذلك الإنسان. أولا شيء ثاني مسألة الحوار واستمرار الحوار مع الآخر. مسألة أخرى مسألة قبول الآخر المتنوع، خاصة في مجتمعاتنا، مجتمعات الفسيفساء اللي تحوي الكثير المتنوع والمختلف في بعض الأحيان، ولكنه كيف يحول هذه الثقافة، تحول هذه الثقافة إلى مجتمع نحو التقدم، نحو الرخاء والعيش بشكل صحيح. مسألة الفنون جدا جدا مهمة في مسألة الرسم، في مسألة التمثيل، مثل ما نشوف الآن في قسم من المسرحيات والتمثيليات والمسلسلات، خاصة في هذه أيام مباركة اللي يعيشها عراقنا الحبيب وكل الدول تعيش هذه فترة الصيام، من مسلسلات رائعة جدا تعطي الإنسان إنسانيته وثقافته. والشيء الآخر مسألة الأخلاق اللي تمنع هذه العملية من أجل أنه تحدها في إعطاء ثقافي جيد. يعني إذا غاب عنصر واحد من هذه العناصر اللي ذكرتها راح يصير خلل بالمعادلة، تصبح الصورة باهتة، ما تعطي معالمها الحقيقية نحو إعطاء الثقافة. فالثقافة هي لغرض تحويل الإنسان من حالة إلى حالة أفضل، نحو من حالة الخصام والفراق إلى مسألة التجمع ومسألة الإثراء والنمو. نعم أستاذ هاني، شلون ممكن نوصل لهذه المرحلة، إدراكنا أو وعينا، شلون ممكن نستوعب هذه العناصر اللي ذكرتها في حياتنا اليومية، أو ممكن نوعي نفسنا أكثر حتى نكون حريصين نطبقها بكل فروعها مثل ما ذكرت؟ أول عملية وجب على كل إنسان أن ينهل من الثقافة الموجودة، من ناحية المعلومات الموجودة، من ناحية المعرفة الموجودة، من أجل أن يرتقي بإنسانيته. هاي أولا. شيء ثاني تبين من خلال أسلوب حياته مع الآخرين. أسلوب الحياة هل هو أسلوب حواري؟ هل أسلوب يرتقي إلى إنسانية ذلك الشخص من أجل الرقي نحو الأفضل؟ المسألة الأخرى الفنون الموجودة، يعني لازم نكون واعيين أثناء يعني حوارنا مع الآخرين، مع الأشخاص المحيطين بنا. لازم نكون واعيين عند إجراء هذه الحوار من خلال المعرفة ليس من المعرفة السطحية ولكن المعرفة العميقة. نعطيكم مثل معين. واحد من الفنانين الرسامين طلب منا أحد السلاطين أن يأخذ صورة، بس هذا السلطان كان حقيقة أكرم العين. فشون هذا الرسام أن يرسم هذه الشخصية بهذه القوة بأنه فاقد أحد العيون؟ فشوى أمسكه في بندقية وأخذ في البندقية ينظر من خلال منظارها بتك عين في عين واحدة، مما أدى إلى إعطاء الرسمة لهذا السلطان بهذه الرسمة، وبالتالي غطى على هذه العملية. بمعنى قدر هذا الفنان أن يترجم هذه الحالة إلى حالة تكون مقبولة بالنسبة للكل وتعطي إلى صفة جمالية. هذا حقيقة من ناحية. كذلك من ناحية
تلاقينا مع الآخرين من ناحية تكلم الآخرين، بحيث في بعض الأحيان كلمة معينة جملة معينة تبث من خلال عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو من خلال التكلم مع الآخرين تنشر بشكل حلو ومرتب، وبالتالي تعطي هذه العملية. إضافة إلى أسلوب الحياة. أسلوب الحياة حقيقة جدا جدا مهم في حياتنا. مسألة احترام الشارع. الإنسان حقيقة لما يحترم الشارع يحترم نفسه ويعطي هذه الثقافة. مثلا ثقافتنا للأسف الآن موجودة نتيجة الظروف اللي يمر بها حقيقة كثير من البشر، الازدحامات الموجودة وقطاعات الطرق في بعض الأحيان وما شابه ذلك، فما يكون هناك احترام للشارع. الشارع لما يحترم من ناحية الموتورسيكل، لما يحترم من ناحية البشر السيارات الكثيرة، من ناحية أسلوب الإنسان لما يركب السيارة ويتكلم بكلمات نابية، فهذه تعكس إلى ثقافة ذلك الإنسان. نعم، بعض الحالات نشاهدها صراحة في الشارع مثل ما ذكرت، يعني تكون شاذة، يعني شيء غير جميل وغير حضاري، ولا يمت بصلة لما احنا نتكلم عنه موضوع اليوم اللي هو يجب أن نقتدي به. بالضبط. حقيقة هاي المسألة وهاي النقطة بالذات تنعدم عندما القانون يغيب، عندما القانون لم يفعل. ولكن في حالة تفعيل القانون نشوف كل هذه العملية تترجم بحيث ثقافة تأخذ مداها بشكل صحيح، وبالتالي تقدم إلى الإنسان وتقربه إلى إنسانيته. كخليقة الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. نعم. ذكرت أستاذ هاني أنه يعني وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول اختلف في وجودها مفهوم الثقافة اليوم عن ما كان قبل، يعني خلينا نقول أثرت بصورة سلبية أو إيجابية. حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين. إذا عرفنا شلون نستخدمها بالشكل الصحيح وبالشكل الإنساني وبالشكل المثقف ما أحلاها. ولكن لما تأخذ بجانب الغرور، بجانب أنه تسطيح المعلومات الأساسية، هنا تكمن المشكلة. أو حتى نشر الفتن، نشر الطائفية طبعاً بين أبناء الوطن الواحد. تكشف هذه الفتن والطائفية المقيتة حقيقة بسبب عدم وجود هذه الثقافة. فلما توجد الثقافة اللي يحاول أن تجمعنا، تعطينا نحو الأفضل، نحو دائما الأفضل هو الأبقى بالعملية أبدا. فحقيقة التواصل الاجتماعي جيد جدا فيما إذا عرف استخدامه، أما يكون بالجانب السلبي بالجانب الآخر عندما يتحول الإنسان إلى عبارة عن ناقل لمعلومة ما يعرف شنو مداها. حقيقة وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والذكاء الاصطناعي، كثير من عندنا يسأل هل هو الذكاء الصناعي هل هو قفزة نوعية بالنسبة للإنسان؟ بكل جواب كامل العملية نعم، ولكن لازم نعرف شلون استخدامه، لأنه يخلينا على مفترق طريق. يا إما أنا واقف على مرتفع معين وانظر للأسفل بجانب أقدر أنه أتمكن من السيطرة، فهذا جيد. أما إذا ما كان من السيطرة المفروض أنسحب من هذا المكان. فتعتبر الذكاء الاصطناعي والإنترنت وما شابه ذلك ما هو إلا إنسان حول من إنسان قليل المعرفة بجانب معين، ولكنه كان هنالك مدرك العملية إلى إنسان متألق، ولكن التألق مالته بالجانب السلبي. تتناولون هذه القضايا في مركز الرجاء الثقافي، يعني حتى يعني معروف مركز الرجاء أنه يقيم المحاضرات طبعا بمختلف المواضيع اللي تهم الشارع العراقي، الشعب العراقي، المواضيع الثقافية الاجتماعية المنوعة. فهذه المواضيع يعني يتم تناولها في مركز الرجاء الثقافي؟ حتما. حقيقة مركز الرجاء الثقافي هذا المركز اللي حقيقة بمسألتين مهمة. المسألة الأولى الكتب اللي يمتلكها بنوعياتها المختلفة بأفكارها الرائعة بجميع الأطياف والأعراق والأديان، إضافة للثقافات الموجودة. والجانب الثاني هو المحاضرات. وحقيقة المحاضرات مالتنا يمكن حضرتك وسامعين عن مركز الرجاء، محاضراتنا منتقات. لما ننظر إلى محاضرة معينة يحتاجها الشباب، يحتاجوها شريحة معينة، هنالك محاضرة ألقيت في مكان معين بس ما أدت إلى غرضها بشكل صحيح، نضطر إحنا إلى إعادتها مرة ثانية بأسلوب بعد دراستها، ونشوف مدى فائدتها وإعادتها مرة ثانية للكل حتى يسمعها، لأنه احتمال سماعها في جانب معين مو هذه الصحة الجانب الإيجابي أخذه بجانب ثاني. لذلك احتمال المقدم أو المحاضر ما كان هنالك ملب بالعملية،
ولكن احنا ناخذ هذا الموضوع بمحمل من الجديه، اضافه ان ناخذ الاطر للتقديم مالتها، يعني الغرض مالتها هو الفروت، هو الثمره، نعم. وليس عباره عن صح. المحاضره. إذن لذلك كثير من المحاضرات حقيقه هي مع الواقع الحالي اللي نعيشه. نعم، إذا أستاذ هاني نقدر نقول إصراركم على تقديم المعلومة بصورة جدا جيدة يكون سببها أو يكون الهدف منها عفوا أنه يكون عامل استقرار للمجتمع، حتى يتفهمون يتلقون المعلومة بشكل جيد، ما يكون مجرد نشاط وخلصنا منه هيك عفوا يعني. حتما. نعم. حضرتك خليتي النقطة على الجرح بشكل صحيح جدا. نعم. احنا كثير عندنا من المحاضرات وتوقف في كثير من الأندية، حقيقة عندنا مشاركات كثيرة، كذلك كثيرين يجون يشاركون إلى يعني مركز الرجاء، بحيث مركز الرجاء حضوره هو حضور إلى جماعة تبحث نحو الثقافة، نحو الشيء الصحيح. لذلك دائما نبحث إلى إيصال الفكرة إلى المتلقي بشكل منفتح وبشكل صحيح وصريح. نعم. طيب شنو هي الأنشطة اللي ممكن أنه توفر اليوم لجذب الشباب، خاصة الشباب يعني على وجه الخصوص، لجذب إلى هذه خلينا نقول المفهوم، حتى يكون هم لهم الدور أيضا في توعية الجيل القادم؟ حقيقة الموضوع المهم مهم جدا هو لقاء الشباب وتعريفهم بالحالة الموجودة، تعريفهم بشكل، لأن احنا حقيقة الآن شبابنا واصلين إلى مرحلة معينة بما يسمى بالحموضة الفكرية. وهي الحموضة الفكرية هي دائما يؤخذ كل موضوع بشكل سلبي، لذلك الشكل السلبي يخلي الإنسان وخاصة الشباب مالتنا توجه نحو القنوط وعدم الانفتاح نحو يعني الآخر، لأنه مختلف عن تفكيرهم، خلينا نقول مختلف عن التفكير والحالة اللي يمر بها. لذلك يعني ممكن نقول عفوا اكو عوامل، اكو ظروف اثرت على هذا تفكيره؟ حتما. العامل الاول هو عامل العمل. نعم. إنسان يدخل إلى جامعة معينة ويتعب على دراسته، أهله تعبوا عليه، يريدون يشوفون نتيجة لهذا العمل مالته، يريد هو يشوف نتيجة عمله، فمدى يلاقي هذا العمل موجود. لذلك سنوات تعبها ما قدر أن يلاقي الشيء اللي يقدر أنه مثل ما احنا في وقتنا، احنا في وقت درسنا وعملنا وطلعنا، وصارت في كثير من المسائل الحياتية في حياتنا حقيقة آبائنا أجدادنا نفس العملية، بس الظروف الحالية الآن تشوف هنالك فد نظرة ضبابية على مستقبل الشاب. لذلك تخرجه وعدم إيجاد فرصة عمل. العامل الثاني والمهم جدا هو وضع قسم من الشغلات في غير نصاب بشكل صحيح. يعني القسم اللي يشوف الحالة المادية بالنسبة للحالة، شوف إنسان من حالة معينة ارتقى إلى صار حالة كلش عالية بدون ما عنده هذيك الثقافة. نعم. تأثر بالغير. نعم. التأثر بالغير بحيث مدى يقدر يواسيه، يقول أنا تعبت وعملت وثقافتي وبيئتي ما قاعد توصلني للحالة أقدر أعيش فيها بعيشة صحيحة. فهاي تتأتى من مسألتين. المسألة الأولى يا اما هذا الشخص من ناحيه ثقافيه من ناحيه بيئيه يخليه يقارن بين الحالتين ومدى يوجد الطريق السليم للوصول للحقيقه، او الطريق الثاني انه انسان سوبرفيشال سطحي في تفكيره، لان صارت نشأته بهذا الجانب. الجانب الاخر مهم هو جانب التعليمي. للأسف الشديد الجانب التعليمي الآن يصير مسألة تلقين وليس مسألة معرفة. دائما لما نقول وزارة التربية والتعليم، ليش أولا التربية ومن ثم التعليم أدوا إلى مسألة التربية اللي هي أثناء الكلام يتكلم عن مسألة الأخلاق. الأخلاق من وجدت مهما كانت الحالة تكون أفضل فيما بعد مستقبلا، لأن بنيت على شيء صحيح، لأن دائما الحقيقة والأخلاق تعطينا إلى شيء يمكن أن نمارسه فيما بعد، ولكنه إذا كان مسألة القوة والتهديد هنا تكمن مشكلة المشاكل، ولكن تصل إلى مسألة الشفافية ترجع إلى إنسان إلى مسألة الاحترام. إلى مسألة السياق الحوار، لأن حقيقة الحوار لما يكون مع بعض متناسق وبشكل مرتب نصل إلى ما نبتغيه. نعم. إذن أستاذ هاني ممكن نقول هذه أبرز التحديات أم يوجد تحديات أخرى تواجه العمل الثقافي اليوم؟ التحديات الأخرى الكل يعرف هنالك أبواق كثيرة، إن كان مو في منطقة معينة في العالم كله يتجه نحو التوجهات، وهذا نشوف الآن نشوفه على
الوضع الحالي. خليكم واقعيين، موضوع معين يروح في جانب معين هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، بعدم وجود الثقافة والتحليل الصحيح، والناس اللي يأخذون على عاتقهم مسألة الفهم أولا وثم إعادة التفهيم للمقابيله. حقيقة نحن نحتاج ناس أولا محاورين رائعين جدا للبحث عن حقيقة، ونحتاج إلى ناس واصلين إلى مرحلة من الثقافة يقدرون يعطون النقاط الصحيحة في أماكنها الصحيحة. فنحتاج هذه العملية. هذه الأبواق اللي نقدر نسميها معادية في بعض الأحيان هي هاي مشكلة المشاكل، تخلي خاصة شبابنا، لأن حقيقة هو الشباب أساس العمل. متى ما الشعب الوطن أصبح هنالك فئة الشباب هي مرتكز أساسي، ذلك الشعوب تصل إلى الحالة اللي تريدها. ليش؟ يعني الشباب عندهم الطموح، عندهم الفكر، عندهم مسألة الوعي، إضافة إلى مسألة الاستمرار. لأن دائما العمل لما يكون من إنسان ينتشر من خلال ثقافته، صحيح الطريق شوية يطول بس استمراريته أفضل. في بعض الأحيان هنالك نوعين من الثقافة، ثقافة الإنسان والإنسان يقوم بها، وثقافة الدولة. ثقافة الدولة في الأحيان تكون هي أقوى عبر المنابر، عبر الإعلام، بس ثقافة الإنسان تبنت على شخصية الإنسان، وبالتالي يكون هو هذا البنية الأساسية لبناء المجتمعات. هنا راح يكون دور الأسرة، خلينا نقول هو طبعاً الأهم والفعال في توعية الأسرة بشكل أساسي. الجامعة، وسائل الإعلام، وسائل العبادات، الأديان تأخذ لازم بجانب معين، ليس بجانب التدين، مع احترامي للجميع. في بعض الأحيان تذهب قسم من الأديان إلى مسألة التدين أكثر من مسألة فهم الدين بشكل صحيح، لأن فهم الدين هو يقودنا نحو الإنسان ما إرادة الخالق في هذا الحالة. إضافة إلى مسألة بناء الدولة بشكل اقتصادي، لأن الاقتصاد فشيء جدا جدا أساسي لبناء المجتمعات والثقافة. خليكم واقعيين، أحيانا لما تكون هنالك توجه ثقافي مبني على مادة معينة، شوف رأسا يصل إلى الشيء هم يريدون. برأيك أستاذ هاني نقدر نطمئن على الأجيال القادمة في ظل هاي المعطيات اللي عندنا هسه؟ صدق إذا خلينا هاي المعطيات أمامنا اللي هي ثقافة، اللي هي المحبة، اللي هو وضع الخطط للبناء، نصل. مستحيل إنسان لما يضع هدف في حياته ويعمل على تحقيق هذا الهدف ما يصل. ولكنه إذا خلى هدف معين ويريد أن يوصل بالضبط ما يوصل إلى الهدف مالته بشكل التعب والجهد والثقافة والدراسة والتعب والمثابرة والتكلم مع الآخرين. أهم شيء الحوار. الحوار الصادق. لما نوجد عندنا حوار صادق مبني على محبة، ثقوا نصل، لأن هنالك قوة دافعة إلهية تدفعنا نحو هذا العمل. نعم أستاذ هاني، هل ممكن الوصول لهذه المرحلة من الوعي والثقافة ممكن أن تساهم في تقليل نسب حالات العنف أو المشاكل التي نواجهها بالمجتمع أو تقليلها تدريجيا؟ صدق، هو العنف ينشأ في غياب الثقافة. فلما وضعنا الثقافة في حياتنا، في تصرفنا، مثل عنوانكم الرائع أسلوب حياة، نصل. ولكن إذا خلينا الثقافة بس مجرد ثقافة، طبيب اسمه فلان، اسمه طبيب حاصل شهادات، ولكنه عمل مالته ما يمت إلى عمل يمت به، فمسألة راح إذا مو اليوم يفشل بكرة يفشل. مهندس بنى عمارة معينة، هاي عمارة كانت كلها عبارة عن هنالك قسم من السلبيات، ما راح تنشأ، راح تسقط. لذلك الطالب إذا يعتمد على معلمة معينة أو على معلم معينة أو على دراسة معينة من أجل نجاح من أجل درجة حتى يدخل جامعة، ما راح نصل. بس لما يعتمد المعلم إلى تفهيم الطالب بشكل ليس تلقيني، لا نصل أولا شغلتين. شغلة أنه هذا الطالب اللي هو ببداية دراسته راح يصل إلى مبتغاه بشكل فعلي، وإضافة إلى بركة الله على المعلمة اللي درست هذا الطالب. لأنه حقيقة هي مسألة تواصلية. ترى أنا لما أقدم عمل معين هو مو بس من أجل عمل، ولكن من أجل البركة اللي
تعطى صحيح. للإنسان. نعم صحيح. جدا صحيح. إذا رسالتك بخصوص هذا الموضوع وتوجهها للمشاهدين الكرام أكيد للي دا يشوفونا، رسالة حضرتك لتعزيز هذا الوعي الثقافي في المجتمع بصورة عامة. نعم، حقيقة أول نقطة هو أنه الإنسان يهتم بالثقافة، مو الثقافة السطحية، الثقافة اللي تبنيه كبناء إنسان توصل إلى إنسانيته. والمسألة الثانية أنه بعد ما يحصل على الثقافة يحاول أن يحاور الآخرين بتوصيل هذه الثقافة مع بعض البعض، حتى يكون جمع ضد أي عمل يمكن يبعد الإنسان عن هذه الإنسانية. والنقطة الثالثة مهمة، أن نرفع عيوننا إلى السماء وعيوننا وأيدينا مفتوحة نحو الخالق لبناء الإنسان بالشكل الصحيح ولإرادة الخالق إلى خائفيه. أكيد طبعا. أكيد يعني أكيد لقاء جدا ممتع، أكيد وكم من بالفعل. المعلومات أكيد كلنا استفادنا منها إحنا والمشاهدين. إن شاء الله لنا لقاءات ثانية، مواضيع أخرى نتكلم بتفاصيلها مع حضرتك ونستفاد أيضا. شكرا جزيلا لهذا اللقاء الممتع، وإن شاء الله لقاءات ثانية. شكرا لكم مرة ثانية، وشكرا لهذا الذوق الرفيع اللي مت على ثقافة في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لوجودك، شكرا حضرتك. أكيد نورتنا وشرفتنا ونورت حلقتنا لهذا اليوم.